عمر المختار أسد الصحراء. عمر المختار مجاهد ليبي قاوم الغزو الإيطالي لبلاده في الفترة ما بين 1911 إلى 1931. لقبه الليبيون بشيخ المجاهدين وأسد الصحراء، وأسره الإيطاليون وعقدوا محاكمة. سوريا قضت بأعدامه شنقا في 16 من سبتمبر 1931. ولد عمر بن المختار في قرية جنزور في منطقة الجبل الأخضر ببرقة شرق ليبيا. والده المختار بن عمر توفي في رحلته إلى مكة لأداء فريضة الحج، فتولى الشيخ حسين الغرياني شيخ زاوية جنزور السنوسية رعايته، وشقيقه محمد بوصية من أبيه، فأدخلهما مدرسة القرآن الكريم بالزاوية. ثم ألحق عمر المختار بالمعهد الجغبوبي. مكث عمر المختار في معهد الجغبوب 8 أعوام، حيث درس العلوم الشرعية المتنوعة كالفقه والحديث والتفسير. ومن أشهر شيوخه الذين تتلمذ على أيديهم السيد الزروالي المغربي. التحق عمر المختار بمعهد واحة الجغبوب التي كانت آنذاك عاصمة للدعوة السنوسية شرق ليبيا، فدرس فيها مدة 8 سنوات العلوم الشرعية من فقه وحديث وتفسير. وقد تميز بثقافة دينية عميقة وبشخصية قيادية عززتها نشأته في الصحراء، حيث خبر القبائل وحروبها وتعلم وسائل فض الخصومات البدوية، كما أصبح ماهراً بمسالك الصحراء. تربى عمر المختار منذ صغره على مبادئ الدعوة السنوسية ذات المنزع العلمي الجهادي، وهو القائل في ولائه لها: إن قيمتي في بلادي إذا ما كانت لي قيمة أنا وأمثالي مستمدة من السنوسية. شق عمر المختار طريقه نحو الزعامة مبكرا، حيث حاز ثقة مشايخ الدعوة السنوسية، فأسند إليه محمد المهدي السنوسي مشيخة زاوية القصور بالجبل الأخضر، واختاره ليرافقه إلى تشاد لما قرر نقل قيادة الزاوية إليها. ثم عين شيخا هناك فساعد في نشر تعاليم الإسلام بتلك المناطق، ثم عاد إلى الجبل الأخضر فتولى مجددا مشيخة زاوية القصور، وفيما بعد أصبح قائدا لمعسكرات السنوسية بالجبل الأخضر. شارك عمر المختار أثناء وجوده بتشاد في المعارك التي خاضتها كتائب السنوسية ضد الفرنسيين الذين احتلوا المنطقة، وكانت لا تزال وقت ذاك ضمن الأراضي الليبية. وفي سنة 1908 دعي للمشاركة في المعارك بين السنوسيين والقوات البريطانية على الحدود الليبية المصرية. وفي 29 سبتمبر من سنة 1911 أعلنت إيطاليا الحرب على الدولة العثمانية التي كانت ليبيا حينذاك جزءا منها، وبدأت السفن الحربية تقذف مدن الساحل الليبي. يومها سارع عمر المختار بالعودة إلى زاوية القصور لتنظيم حركة الجهاد ضد الغزاة الجدد الإيطاليين، فشارك في معركة السلاوي أواخر سنة 1911، وتولى قيادة المجلس الأعلى للعمليات الجهادية الذي أدار أعظم المعارك في التاريخ الليبي مع المحتلين الإيطاليين، خاصة بعد انسحاب الأتراك من البلاد عام 1912 بموجب معاهدة لوزان التي تخلوا فيها لإيطاليا عن ليبيا. ألحق المجاهدون بقيادة عمر المختار
بالغزاة هزائم مريرة، فقتلوا مئات الضباط والجنود وخاضوا مئات المعارك في الحرب استمرت 20 عاماً. ولما انسحب سنوسيون من ليبيا إلى مصر ظلت الحرب قائمة بقيادته، وعندما حصره المحتلون في الجبل الأخضر لجأ إلى حرب العصابات، فأجبرهم على طلب مفاوضته سنة 1929، لكنه رفض مطالبهم بوقف القتال والخروج من البلاد، واستأنف قتالهم حتى وقع في الأسر. كان من عادة عمر المختار في كل سنة الانتقال من مركز إقامته إلى المراكز الأخرى التي يقيم فيها المجاهدون لتفقد أحوالهم، مصطحباً قوة كافية تحرسه. وفي عام 1931 ذهب المختار كعادته، لكن في نفر قليل يقدر ب100 فارس، ثم عاد فرد من هذا العدد 60 فارساً، وذهب في 40 فقط. وفي الجبل الأخضر يوجد واد عظيم اسمه وادي الجريب، وهو صعب المسالك كثير الغابات، كان لابد من اجتياحه، فمر به عمر المختار ومن معه وباتوا فيه ليلتين. وعن طريق عملائها علمت إيطاليا بمكان المختار، فأمرت بتطويق الوادي من جميع الجهات، فوقع المختار ورفقائه وسط العدو، والتحمت المعركة داخل الوادي. أصيب عمر المختار بجراح في يده، وأصيب فرسه بضربة قاتلة، وحصرت يده السليمة تحت الفرس، فلم يتمكن من سحبها، ولم تسعفه يده الجريحة. ويوم 11 سبتمبر 1931 هجم جنود الطليان على المختار دون أن يعرفوا شخصيته في البداية، وتم القبض عليه وتعرف عليه أحد الخونة، وجاء الكوميندوتور داود باتشي متصرف درنا ليتعرف عليه، ونقل المختار سريعا إلى ميناء سوسة محاطا بعدد كبير من الضباط والجنود الإيطاليين، ومن ثم نقل فورا إلى بنغازي عن طريق البحر. قدم الإيطاليون المختار لمحاكمة عسكرية سورية في بنغازي، حكمت عليه بالإعدام شنقا، فنفذ فيه الحكم أمام آلاف الليبيين صباح يوم 16 من سبتمبر 1931. سجل التاريخ كلمته الأخيرة قبيل إعدامه، عندما قال للضابط الإيطالي الذي كان يحقق معه: نحن لا نستسلم، ننتصر أو نموت، وهذه ليست النهاية، بل سيكون عليكم أن تحاربوا الجيل القادم والأجيال التي تليه. أما أنا فإن عمري سيكون أطول من عمر شانقي. ووثقت قصة كفاح المختار في فيلم شهير للمخرج السوري مصطفى العقاد بعنوان أسد الصحراء، أنتج سنة 1981، وأدى فيه الممثل أنتوني كوين دور عمر المختار. دمتم في رعاية الله وحفظه.